توسل إليه زكريا فقال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وتوسل إليه يونس عليه فقال: سبحانك إني كنت من الظالمين. وتوسل إليه الخليل إبراهيم فقال: ربنا إنك تعلم ما تخفي وما تعلن. وشكره يوسف عليه السلام فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتضرع إليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقل ربي زدني علما. فكانت الإجابة على وجه السرعة، فأنزل المولى قائلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ربنا وأنت القائل لموسى عليه السلام: يا موسى كن واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة، وفي الجنة ما أصاب آدم فلا تأمن مكري أبدا. فلا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل. واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل. ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، لكن ابكي على صاحب لك خاب ظنك فيه. وأصلي وأسلم على النبي المحبوب الذي قرأ في ليلة من الليالي: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فظل يبكي ويقول: يا رب أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي؟ فقال له رب العزة جل في علاه: وعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا حبيبي يا محمد. سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعمي. سلامي على من قال للظبل من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى والنون والقلم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. أيها الجمع الطيب الكريم، في هذا الحدث القرآني الكبير، في ليلة تكريم الأم الغالية المربية الفاضلة التي عاشت الحياة بحلوها ومرها وسعادتها ومنغصاتها، وفارقت هذه الدنيا في أفضل أيام عمرها في موسم العبادة والطاعات، فيها تتنزل الرحمات وفيها يسعد الخلق من الإله بالبركات. الله أسأل أن تسعد بسماع الأوتار وقطف الثمار في ظل الأشجار على شواطئ الأنهار، وشفاعة النبي المختار، والأنس بنور الواحد هو العزيز الغفار. فقيدة هذه الأسرة العريقة رب أسأل أن تكون الأم الغالية في رفقة سيدنا رسول الله في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها السادة، هيا بنا لنستأنف اللقاء مرة ثانية مع المصحف المجود، مع القرآن الكريم. فلا بد أن نعطي القرآن لأهله،
مع العلم القرآني الكبير الذي تخرج من بيت عشعش في جدرانه القرآن، أنه العلم القرآني الكبير الذي وهبه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، قارئ لا يمل الإنسان بسماع صوته، صاحب الجامعة الغالبة للمقامات والروايات، فضيلة القارئ الشيخ جميل إسماعيل الدالي، القارئ بالقنوات الفضائية والتلفزيون العربي، داعيا له بالتجلي والتوفيق، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من
من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية وكانوا لنا خاشعين
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا
وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم نطوي السماء
طي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى
يمكن ربنا يفتحها ودعوه حلوه والناس كده كده دعوه حلوه ربنا ان شاء الله يا رب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى صدق الله العظيم. يا جامع الدنيا بغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: دع الفرس على الدنيا وكل عيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال لمن تدري لمن تجمع، ولا تدري في أي أرض غير أرضك فيها تسرع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت مع العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ جميل إسماعيل الدالي، القارئ بالقنوات الفضائية والتلفزيون العربي، القارئ والمقيم بقرية الغرب التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، في ليلة تكريم الأم الغالية المربية الفاضلة الذي ربت فكان لها خير نتاج إن شاء الله. ربت إخوة نعتز بهم جميعا كلهم خيار في خيار في مختلف مجالات الحياة، في ليلة تكريم الحاج أم محمد حرم المرحوم الحاج شعبان أبو خليل عميد الأدب والواجب في كل مكان وكل زمان، ومشاركة التكريم لأبناء الأم الغالية أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، مشاركين الحاج محمد أبو شعبان أبو خليل، كذلك المعلم الشحات أبو شعبان أبو خليل، كذلك الأسطى عيد أبو شعبان، ومشاركة للأستاذ صابر شعبان، ومشاركة للحاج عيسى أبو خليل والحاج الشحات أبو خليل، وأشكر السيد الهمشري صاحب الواجب في كل مكان، ومشاركة لأهالي قرية عزبة العرب وعرب العربان بهذه المنطقة الطيبة الذين جاءوا يقدموا برقية العزاء إلى عائلات آل شعبان وعائلات آل خليل بهذه المنطقة الطيبة، ومشاركة لأهالي قرية تل أبو حامد الذين جاءوا بوقوفهم في صف رجل واحد في ليلة التكريم الأم الغالية، ومشاركين الحاج رأفت أبو حسيني أصحاب الواجب في كل مكان وكل زمان، كما تتقدم الأسرة الكريمة جميعا بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من أتى ليؤدي واجب العزاء من جميع القيادات الشعبية والدينية والسياسية والتنفيذية جميعا على عموم قرى وضواحي مركز ومدينة التل الكبير. والشكر موصول للسادة مدير العموم والسادة مدير الإدارات
السادة عمد وشيوخ القرى الذين قد حرصوا جميعا لأداء واجب العزاء إلى أسر وعائلات آل شعبان وآل خليل بهذه المنطقة الطيبة، ومشاركة لعائلات آل ثابت، ومشاركة لأبناء المرحوم الحاج عطية أصحاب الواجب جميعا. وكما أشكر السادة أصحاب الهندسة الصوتية والإذاعية ومنتقل الإذاعات الخارجية عبر المحافظات بمعرفة المهندس أحمد أبو عدي المقيم بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين. وكذلك أشكر أصحاب الفراشة والإنارة جميعا في كل مكان، المعلم الدولي ومعاونيه والمقيم بمركز ومدينة القصاصين. وكما أشكر أعمال الضيافة الفندقية الحديثة المتنقلة والمتميزة، أصحاب النفس الطويل والمزاج الجميل الذي بذلوا كل المجهودات المشرفة لتكون ليلة الحج أم محمد حرم الحاج شعبان في أبهى وأجمل صورة تحت إشراف المتر محمد جمعة أبو فؤدة، وكذلك المتر خلف المصري ومعاونيه. هذا اللقاء التي تشاهدونه حصريا عبر المنتديات التي يتلفنا عبر الشبكة العنكبوتية بوحدة فيديو المهندس سمير عبد الواحد، وكذلك المهندس محمد عبد الواحد والمقيم بمركز ومدينة القرين. أيها السادة، هيا بنا لنستأنف اللقاء مرة ثانية مع كلمة الوعظ والإرشاد